احنا النهارده في اقدم مسبغه في مصر، مسبغه عم سلامه الله يرحمه. انا موجوده مع اولاده والاحفاد كمان. من 2901 325 سنة. 125 سنه. في مهن قربت تخلص، بس في مهن احنا لسه محافظين عليها في التراث، زي الصباغه في المكان ده. الابن الاكبر ابو عزه. ابو قول لنا عزه يا ابو عزه، مصطفى. انتوا ما شاء الله، الله يرحمه عم سلامه، يفضل اسمه موجود الله بحسكم. يحفظك الله يحفظك. انتوا لسه بتقولي انتوا كام حفيد؟ 62. 62 حفيد مكملين اصل الحكايه في الصباغه. انا هوريكم الصباغه في مصر بتتعمل ازاي من الاساس خالص مع ابو عزه. احنا حضرتك كده ازاي؟ واقفين عند اول مرحله. الشغل بيوصل كده خيوط وبينزل وكده، ورزم زي الاتي، رزم زي كده. والزبون يجي يقول لك انا عايز اصبغ ده. الزبون بقى يجي يقول لك عايز ايه، اصبغ الوان. هي بيضه اهي. أيوة. ده اسمه فرنساوي، وده حرير. بتصبغوا كل انواع الخيوط. ودي سلسله. كل حاجه بيبقى لها نظام. دوت بيجي اللون دوت، وبعد كده بيتدرب يتفك، بيخش على المرحله بيتفك الثانيه، وتخش على التدريب كالاتي اهو. بتخش على التدريب كده نحطه بقى على العصايه. على النبابيت ديت. دي اسمها ايه؟ نبوت. نبوت. هو ده بقى النبوت اللي بيقولوا عليه. اه. اوكي، في الصعايده. يجي النبوت دوت بتحط عليه الشغل، ويتسبغ اللون بقى اللي الزبون طالبه، اسمر احمر اخضر اللي هو عايزه الزبون. يعني انتوا هنا بتشتغلوا في كل انواع الخيوط. الخيوط، الخيش، الحرير، القطان، ايوه، الكتان، كله. الورق كله. ناخد الخيط نفرده على النبوت. على نبيت يتدرب بقى، بيتدرب كده مم. زي ما حضرتك شايفه. نفرده. ايوه، وبعدين يتحط على النبوت، وبعدين ينزل الصباغه اهو. ينزل بعد كده الصباغه. بعد الصباغه بيتهوى على حسب اللون بتاعه، ياخد اللون وبعد كده يتهوى وينزل العصاره. المرحله ديت بينزل الشغل هنا في الصبغه ديت. نحط الخيوط، نحط فيها الخيوط، نصبغ اللون اللي احنا عايزينه. يعني دي الوان مثلا اللي على البارد، اللي على الساقع، لكن المكنه الحله اللي على السخن. العصاره دي اللون اللي بيطلع من هنا بيتعسر هنا. طب في لون بيتعبكم؟ يعني في الوان تبقى صعبه الزبون بيجي يطلبها؟ ما هو جميع الالوان صعبه، لكن هو اللي بيريحك انت اللون نفسه. بتشوفيه محتاج ايه. يعني في زبون نودي له العينه الاول، يعني بعد ما نعمل لون ما نطلعوش نعصره، لا بنودي له العينه. وفي زبون اخر انت عارفاك منه شغال في السوق، فبتشتغلي له اللون وانت متاكده ان اللون بتاعه كده كويس. مصانع عندها الالوان جاهزه بس ما بيطلعوش نفس الدرجه ولا؟ لا، التعليم ده العلم نعمه. السر ده بقى اللي كان عارفه عم سلامه الله يرحمه، ورث لكم بقى كلكم السر العمل والالوان وكل حاجه. ما هو بيعمل هات يا فلان كذا، اعمل كذا، حط كذا، ما شاء الله. بالطريقه ديت. بنخلص هنا الصباغه ونخش على المعصره. المعصره بيتعسر الشغل هنا اهوت، وبينزل الميه بتاعته من هنا، يطلع بقى على المنشر فوق. اخر حاجه بقى المنشر فوق زي ما حضرتك شفتي الشغل بيتنشر فوق في المنشر في العالي، المكان اللي حضرتك كنت فيه دلوقتي. بنخلص الشغل بالزان يطلع ينشف فوق، ينشف على عيدان على الزان. انا اتعلمت النهارده ازاي اصبغ على فكره. يا مرحبا. يعني انا ممكن تجيبوني اشتغل معاكم خلاص زي البنات. كل لون هنا ليه حكاية، وكل خيط مر برحلة من الصبر لحد ما بقى قطعة فن. تخيلوا إن عمر المسبغة دي بقالها أكتر من 120 سنة ولسه شغالة بنفس الفن. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة. الله يبارك. عمر المسبغة هنا كام سنة؟ 901 325 سنة. وانت شغال عندك كام سنة يا عم محمد؟ أنا اشتغلت عندي 12 سنة. 12 سنة وعندك كام سنة دلوقتي؟ 65. 65؟ يعني عمرك كله تقريبا شغال في المسبغ. عندك أولاد؟ كام ولد؟ 3 بنات وولد. ما شاء الله. وبيشتغلوا في الصباغة؟ لا. أمال إيه بقى؟ متخرجين من الجامعات. ورينا بقى أنت بتعمل إيه المرحلة دي؟ هو المرحلة دي بيجي اللون ده. أيوه. بيطلع اللون ده اللي هو الحوض ده بيديني الأصفر. بعمله كده. أيوه. كده الصبغ على طول. وبتقف انت دورك على الاحواض. على الاحواض في كل حته، يعني كلنا بنشتغل في كل حته. حوض، عصاره، منشر، في كل حته. واكتر حاجه اتعلمتها ايه هنا في الحياه؟ الحياه الصبر. الصبر.
انتوا كلكم قلتوا لي اتعلمتوا الصبر. ما الصنعه بتاعتنا دي لو ما فيهاش صبر مش هتسلكي فيها. مفيش يوم لا، صحيت ولا قلت لا انا عايزه لا، اغير لا، الشغل لا. ده؟ ممكن تبقى ماشيه مخنوق، مجرد ما تخرجي وتيجي تبقى راجعه لها تاني. وجايه عادي. انت بتحس انك فنان اصل اذا بتعمل. ما تكوني انت حاجه اتعودت عليها او بتحبيها، صح غير لما يكون انت حاجه كرهاها فبتسيبيها حتى لو هتخسري الدنيا. صح. اما حاجه حباها ممكن تتخنقي لحظه، مجرد ان تتهوي تبص تلاقي ايه بتجري عليها تاني. ادينا نصيحه للاجيال اللي بتشوفك الصغيره دلوقتي. اللي يشتغل شغل يحبها اللي يشتغل شغل يحبه هيوصل في الاخر ويبقى لو ما راضي. حبوش مش هيشتغل. يمكن الألوان بتتغير لكن أصل الحكاية عمره ما بيتغير، وكل لون شفناه النهاردة كان وراه تعب وصبر وسنين من الخبرة. لسه في ناس بتحافظ على أصل حكاية الصباغة اليدوية في مصر.